موتوسيكل بلسر 180 من المهم جدا يا رجاله انك تكون عارف ايه الموتوسيكل قبل ما تشتريه. انت النهارده رايح تدفعكم فلوس، فخد بالك ان اي معلومه غلط عندك عن الموتوسيكل واخدها من اي قناه او اي مقاله او اي حته وتطلع مش صحيحه بتكون عاقبتها كارثيه. ايه اللي بيحصل يعني لما بتكون واخد فكره غلط عن الموتوسيكل؟ بتروح تجيبه وبتتصدم وبتبيع الموتوسيكل التاني يا صاحبي بالخساره وبتخسر كتير. خليك عارف ان تجربه شراء موتوسيكل زيرو هي تجربه ما بتتكررش في العمر كتير، قلنا الكلام ده قبل كده. فلازم تكون معلومتك عن الحاجه معلومه صحيحه 100% عشان ما تلبس في اي حاجه ما كنتش عامل حسابها، خصوصا ان الكلام الغلط في الموتوسيكلات مال الدنيا. اول معلومه عايزك تعرفها قبل ما تشتري البلسر 180 هي العزم هنا 14.2 من 10 نيوتن متر. ده يا محترم بس عشان ما تغص في موضوع العزم وتكلكع، لان القصه دي مكلكعه الى ابعد الحدود. هي قوه التسارع بالموتوسيكل. برضو بعض الناس مش تعرف قوه التسارع. قوه التسارع ده يا محترم يعني لما تبقى طالع كده تسابق موتوسيكل وبتطلعوا قصاد بعض بتلاقي في واحد بيفرق واحد. تمام، اهو ده العزم يا محترم. تمام كده، عشان بس ابسطها لك خالص وتقدر تستفيد من البند ده في معلوماتك عن الموتوسيكل. قوة التسارع يعني موتوسيكل بيعدي، بس خليك عارف ان قوة التسارع دي هي مش بالضرورة ان الموتوسيكل اسرع. يعني انت ممكن كده تعديني في الاول وانا بعد كده اجيبك واعمل معاك الجلاشة عادي. فالسرعة القصوى يا محترم بتختلف عن العزم. لكن الحقيقة ما تيجي تبص ل 14.2 من 10 نيوتن متر في البلسر هتلاقيها رقم محترم. هيعدي طبعا، هتستفيد منه ايه برضو هيعدي الحلاوه وال 150 وال 200 والهوجن 150 و 200، وهيعدي موتوسيكلات كتيره جدا في العزم. يكاد يعادل الفي 250 والاف 250 في العزم، قريبين جدا من بعض. لكن هو في النهايه ان دخلت على حلاوه 200 او هوجن 200 بحداف التوازن او من غير، هتعمل معاه الجلاشه فيما يخص العزم. يعني دلوقتي وانت طالع تسابق بلسر 180، البلسر 180 يا محترم هتفرق معاك في البداية. خلاص كده هتطلع اسرع منك. هتقول بقى السواقة والصيانة والحفلة دي لا يا محترم، انا هنا بكلمك في معلومات اساسية ما فيهاش شطارة يعني. لان انت لما تيجي تبص على موتوسيكل زي الحلاوة بحداف التوازن 200 والهوجن 200 برضه بحداف التوازن، هتلاقي تقريبا كده العزم حوالي 12 نيوتن متر، ده رقم تقريبي يعني. وده برضو معنى كده ان في فارق يحترم ما بين البلسر 180 والموتوسيكلات دي. انا دايما اضرب لك الموتوسيكلات دي عشان بس دي موتوسيكلات شعبيه شويه منتشره في الشارع، عشان اسهل عليك بس المعرفه. تاني حاجه عايزك تعرفها دلوقتي يا محترم عن البلسر 180 هي قوه الموتور او القدره. البلسر 180 17 حصان. خد بالك ان بند الحصان ده بند في غايه الاهميه في الموتوسيكل. بند بيحدد لك حاجات كتير جدا في الموتوسيكل. الحصان يا حضرات هو اجمالي القدره، اللي هو سحب بعزم بسرعه بكل حاجه، دول كده بيتقاسوا في الاخر بالحصان. يعني هي القوه تقدر تقول القوه العامه للموتور. تمام. طيب انت برضو عارفين ما بنحبش لغه الارقام شويه، واحنا عايزين نعرف الكلام ده على الارض في الشارع معناه ايه. الكلام ده معناه برضه هشبهها لك بالموتوسيكلات الشعبيه المعروفه اللي انت عارفها بس عشان الفكره توصل. ما تيجي تبص الموتوسيكل هوجن جامبو 200 ابو حداف التوازن هتلاقي 13 حصان. الحلاوه 200 بحداف التوازن هتلاقيها 13 حصان. تيجي الحلاوه 150 هتلاقيها 11 حصان. الحلاوه 150 بحداف التوازن. وبرضه الهوجن 150 بحداف التوازن هتلاقيها 11 حصان. برضه لما تيجي تبص للحلاوة القديم اللي هي بدون حداف التوازن، الموديلات القديمة منها هتلاقيها 12 حصان داخلة على 12. كذلك الهوجن برضه ال 150 القديمة اللي هي بدون حداف التوازن هتلاقيها 12 حصان داخلة برضه على 12. ما تيجي تبص الموتوسيكل البوكسر هتلاقيه 12 حصان. تيجي تبص الموتوسيكل على التي في اس هتلاقيه 12 حصان. القصه دي معناها ايه يا حضرات؟ معناها اما تيجي تحط البلسر بقى جنب الحفله دي كلها هتلاقي في فرق شاسع جدا ما بين قوه موتور البلسر 180 والمورستان ده كله. وده طبعا تحسم لصالح ال 180 بجداره. خليك عارف ان الفارق ده فارق مش بسيط. يعني لما اقول لك 13 حصان و12 حصان في الموتوسيكلات التانية واجي عند البلسر واقول لك 17، خد بالك ان الاربعه حصان دول او الثلاثه حصان دول مش قليلين. دي فرق او مسافه مريحه ما بين الموتوسيكلات وبعضها. يعني هو مش 13 حصان وده 14، لا يا حضرات، ده 13 وده 17. يعني فرق مريح جدا في قدره الموتور ما بين ده وده. فبالنسبه لقدره الموتور البلسر 180 الحقيقه هو موتور يحترم من حيث القدره الحصانيه
او قوه الموتور بشكل عام. اوعى تفهم من كلامي ده ان انا بقول لك ان البلسر ده موتوسيكل فورتيكا واو اخر حاجه، الموتوسيكلات التانيه موتوسيكل زباله. اوعى تفكر ان انا دلوقتي بعمل لك مقارنه، لا يا صاحبي، انا هنا ما بقارنش بينهم خالص. لان دلوقتي لازم تكون عارف ان دي فئه سعريه ودي فئه سعريه تانيه. الموتوسيكلات دي والبلسر 180 مش في حته واحده، مش فئه سعريه واحده. انا بس بقارنهم لك عشان بس تفهم الفكره اللي انا عايز اقولها لك. هنخش بعد كده على وزن الموتوسيكل. وزن الموتوسيكل يا حضرات 147 كيلو جرام بدون حموله. بدون حموله يعني لسه انت وصاحبك ما ركبتوش على الموتوسيكل، تمام؟ يعني لما تبدا تركب هتضيف بقى وزنك انت كمان على 147 كيلو جرام. خليك عارف ان الوزن ده وزن ممتاز الحقيقه. خليك عارف كمان ان الوزن والتصميم بيخدموا على بعض، هما لهم علاقه مباشره ببعض. وزن الموتوسيكل مع تصميم الموتوسيكل، انسيابيه الموتوسيكل بتخدم على الوزن والوزن بيخدم على الانسيابيه. ايه بقى الوزن وايه جمال الوزن ده بالذات؟ برضه هقارنك بالموتوسيكلات اللي انت عارفها اللي هي زي الحلاوه مثلا، هتلاقيها 130، ده 107. البلسر 147 يعني موتوسيكل اتقل على الطريق، يعني ثبات اكتر على السرعه، وده لانه فعلا بيجيب سرعه اعلى، فمحتاج يكون موتوسيكل متزن اكتر. بالاضافه انك لسه هتركب عليه وصاحبك كمان هيركب وراك، فده بيديك اتزان اجمل بكتير من الموتوسيكلات الشعبيه اللي انت عارفها. وده برضو مش مقارنه ما بينهم، لان زي ما قلت لك دي فئه سعريه ودي فئه سعريه تانيه خالص، والموتوسيكلات التانيه فيها مميزات تانيه خالص ملناش دعوه بيها دلوقتي. انا بس بوصل لك فكره يعني ايه الارقام اللي مكتوبه دي. طب ال 147 دول معناهم ايه؟ معناهم يا حضرات ان الموتوسيكل على السرعه العاليه متزن تماما، لا برجله ولا يلق معاك ولا الحفله دي كلها. لانه خد بالك ان في موتوسيكلات عند السرعه العاليه بتبرجل وممكن تتقلب لوحدها من غير ما حد يكلمك. لا يا حضرات، البلسر 180 على السرعه العاليه متزن تماما لسببين. اول سبب وزن الموتوسيكل، تاني سبب انسيابيه الموتوسيكل. زي ما قلت لك الوزن والتصميم لهم علاقه ببعض وبيخدموا على بعض. تانك البلسر 180 بياخد 15 لتر بنزين. الكلام اللي احنا قلناه لك ده محترم عن البلسر 180 هو مش فيديو مميزات وعيوب، لان المميزات كتيره جدا ما اتذكرتش، وبرضه في شويه عيوب ما اتذكرتش. الفيديو ده عباره عن معلومات عامه صحيحه وثابته عن البلسر 180. ولكن خد بالك عشان برضه المميزات والعيوب تتحط لك في الفيديو ده هيبقى فيديو تاني على الفيديو، والقصه هتطول زياده عن اللزوم. فانتظر يا محترم فيديو مميزات وعيوب البلسر 180، وهو فيديو اهم من الفيديو ده حرفيا، لانه بيبين لك عيب بقى الموتوسيكل وميزته ايه برغم كل الحاجات اللي فيه. والسلام عليكم ورحمه الله.